حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى ايه؟ هنعمل مع بعض طاجن الباميه زي ما انتم متعودين معايا. يلا بقى نشوف الخطوات بتاعتنا ايه. هنا معايا طاسه او صينيه او حله، اي حاجه عندك هنحطها، ننزل بيها على النار، وبعد كده هنزل بيها في بحته ليا. زي ما انتم عارفين انا هتقولوا انتي يا امان اكلك دايما في بتطبخي الليا بحطها في حاجات معينه، مش في كل الاكل، بس انا بحب اطبخ بيها قوي لانها بتدي نفس حلو جدا، اللي هي الدهن بتاع الخروف. تمام. هنا بنزلت بحته ليا وسيحتها، وبعد كده نزلت عليها بمكعبين من الزبده او زيت او سمنه زي ما تحبي. وبعد كده ايه؟ هنا معايا بصلايه مبشوره. دايما يا بنات انا الباميه بحب اعمل كل حاجه فيها ناعمه، ما بحبش يعني ناعمه ازاي؟ يعني البصل ببشره بالمبشره على الناحيه الناعمه، او بضربه في الكبه. معايا هنا اللي هي القرن الفلفل الاحمر والثوم والكمون والملح، برضو بفرمهم كويس جدا في الكبه. وبنزل الاول بالبصل، وبعد كده بنزل عليها بالخلطة الجميلة اللي انتوا شايفينها، اللي هي الفلفل الأحمر أو هريسة الشطة بمعنى أصح، والثوم والكمون والملح، وابدأ أشوحهم وتطلع بقى الريحة الجميلة دي. أكون عندي الطماطم ضربتها في الخلاط وصفيتها كويس جدا. زي ما قلت لكم أنا بحب أي حاجة في طاجن البامية بالذات، أو أي طبيخ عموما بحب أعمل كل حاجة متصفية. صفيت الطماطم ونزلت بيها على البصل والفلفل، وبعد كده هنا معايا معلقتين من معجون الطماطم عشان حسيت ان الطماطم عندي مش حمراء قوي. وهنا حطيت حبه من الكمون وحبه من الفلفل الاسود. خلي بالك انا حاطه برضو على الهريسه الشطه او الفلفل، حاطه برضو ملح، فما تكتريش عشان ما تحدقش منك. وهنا ظبطت الملح وهسيبها تتسبك كويس جدا، وبعد كده هوريها لكم بعد ما تتسبك. هنا بقى ايه عندي؟ الباميه يا بنات، زي ما انا قلت لكم انا الباميه عندي بحب اسلقها الاول، اديها غلوه على النار. ما بحسش ان انا يعني ما بعرفش اكل باميه صراحه انا عن نفسي الا لما بعملها بالطريقه ديت. لازم اديها غلوه على البوتاجاز، حتى متفرزه او من غير متفرزه لازم اسلقها الاول. ديت على فكره يا بنات دي الباميه اللي انا مفرزاها ومطلعاها من الفريزر. اوكي. وبعد كده شطفتها كويس، وبعد كده حطيتها في الصلصه عندي كانت اتسبكت. هسيبها شويه تاخد غلوتين كده، تاخد وتدي مع بعضها. هيكون عندي المرقه، كان عندي مرقه بسخنها. هاخد من المرقه كبشتين مرقه مثلا، وهنزل بيها على الباميه، وهسيبها على النار شويه تغلي غلوتين، وبعد كده هفضيها في الطاجن وادخلها الفرن. لو انت عندك لحمه هتحطي فيها، ما عندكيش زي ما انا عامله كده النهارده مش هحط فيها لحمه لاني كنت عامله فراخ. وهتحطي مكعب ماجي، دوت اختياري مش اجباري. هنا خلاص كانت اتسبكت معايا، حطيت كبشتين شوربه بس مش اكتر من كده، ظبطتها. وبعد كده اديتها غلوتين على النار، وهبدا ايه؟ حطيتها في الطاجن. هنا هبدا ادخلها في الطاجن، اشغلها على درجه حراره 180 هنا، واسيبها تاخد وش وتستوي شويه. وهنا كانت طلعت معايا الباميه تحفه جدا اهي. تجربوها مش هتندموا، جربوها بالطريقه ديت هتاكلوا احلى طاجن باميه في حياتكم ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.